ان شاء الله ماتش الاهلي وبيراميدز، الماتش اللي دايما بيكون في حاجات بره الملعب بتحصل ليها علاقه بالماتش ده. خليني اقول لك انه اقتراب تعيين الحكم الاسباني اللي عليه شبهه كبيره، اللي حسب ضربه الجزاء الخزعبليه اللي عملها حسين الشحات، واللي الحكم محمد عاشور لما راح الاولمبياد قالوا ان دي من الاخطاء الكارثيه اللي حصلت خلال السنه اللي اتلعب فيها الماتش ده. خلينا كده نتكلم يعني ليه الدوري المصري بيصنف من الدوريات الضعيفه. لو انا هقول لك رايي، او جبت واحد اهلاوي او واحد زملكاوي قال رايه في اي حاجه زي كده، فالموضوع ممكن يخضع للالوان. يعني انا عشان مثلا ابقى شايف الحاجات اللي بتعرض ليها بيراميدز هصنف ان هي فيها مؤامره او فيها ظلم او خلافه. لكن خلينا نسمع كده كلام ناس من بره مصر، ناس مش مصريين اصلا، لا ليهم في اهلي ولا في مصري ولا في اسماعيلي ولا في زمالك ولا في بيراميدز ولا في غيره. نشوف الناس الاجانب دول بيقولوا ايه، ويلا بينا. يقول لك الدوري المصري من اضعف الدوريات العربيه. دوري عادي جدا فنيا بصراحة. طالما أنه الفريق الواحد هو المسيطر، الفريق الواحد هو اللي ينتدب كل اللاعبين، الفريق الواحد هو المدعوم من الحكام والإعلام وقنوات التلفزيون، الفريق الواحد هو ربما خلينا نقول هو اللي يتكلم عنه الجميع، الفريق الواحد هو اللي ينسحب متى يريد، الفريق الواحد هو اللي يتأجل له 10 مباريات في الموسم. في الموسم. يعني بصراحة نعم. لا تعتقد أنه الدوري سيكون دوري قوي.